أسرار الكواليس. كيف أقنع أشرف حكيمي إبراهيم دياز باختيار المغرب؟ لم تكن قصة التحاق النجم إبراهيم دياز بأسود الأطلس مجرد قرار عابر أو خطوة مفاجئة، بل كانت ثمرة عمل دبلوماسي هادئ قاده النجم المغربي أشرف حكيمي من داخل غرف الملابس ووراء الكواليس. أشرف لم يكن فقط زميلا في ريال مدريد أو منافسا فوق الميدان، بل كان سفيرا صامتا للمغرب في قلب أوروبا. وبمجرد أن بدأت الأخبار تتداول عن إمكانية التحاق دياز بصفوف المنتخب الإسباني الأول، بدأ حكيمي تحركاته الذكية. إبراهيم، في المغرب أنت نجم، في إسبانيا أنت مجرد خيار. هكذا قيل أن حكيمي بدأ الحديث. جملة اختصرت الكثير. شرح له كيف أن في المغرب سيكون هو القلب النابض للهجوم، وستفتح له القلوب قبل الملاعب، بينما في إسبانيا المنافسة شرسة والأضواء لا تسلط بسهولة على الجميع. لكن الإقناع لم يكن فقط بالكلام. حكيمي دعاه لزيارة المغرب بشكل غير رسمي ليرى بعينيه الحب الذي يكنه الشعب له، رغم أنه لم يمثل المنتخب بعد. عرفه على بعض اللاعبين، شاركه لحظات خاصة، وتحدث معه عن التاريخ، عن الانتماء، عن العائلة. وحسب مصادر مقربة أخبره حكيمي بأن تمثيل المغرب ليس فقط قرارا كرويا، بل موقف، وقال له: أنت لست لاعبا عاديا، أنت ابن هذا الوطن، ومن حق الوطن أن يفتخر بك. اليوم، بعد أن أصبح إبراهيم دياز واحدا من أبرز وجوه الجيل الجديد لأسود الأطلس، نستطيع القول إن حنكة حكيمي وصدقه وروح الانتماء التي يحملها كانت السر الحقيقي وراء هذا التحول الكبير.